السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم طريقة الكفتة بطريقة حلوة جدا كأنكم جايبينها من بره بالظبط. الكفتة بتبقى متماسكة زي ما انتم شايفين كده، لا بتفك ولا أي حاجة، وبتتعمل في الفرن وطرية من جوه وطعمها في منتهى الجمال، وفيها مكون مختلف جدا هوريه لكم في الطريقة. تابعوا معايا الطريقة. اول حاجه بجيب بصله واحده كفايه او بصلتين بالكتير، وبحط معاهم طماطمايه. ما تستغربوش ان انا حطيت طماطم، هوريكم انا هعملها ازاي بالظبط. وحطيت معاها واحده بس من الفلفل، ممكن يبقى حامي ممكن يبقى بارد، واضربه كده في الكبه زي ما انتوا شفتوا. وبعدين اصفيه بالمصفى، اصفيهم كويس قوي علشان خاطر لو في ميه طبعا في الخلطه بتاعتي اللي احنا عاملينها دي بتخلي الكفته تفك. فبصفيها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وميه البصل دي بسيبها على جنب مش برميها، هوريكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. حطيت دلوقتي اللحمه المفرومه على البصل والطماطمايه والفلفل زي ما انتوا شايفين. وبعدين بحط عليها معلقه واحده من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود، واحط حوالي معلقتين كده من الدقيق، ومعاهم معلقه من البيكنج باودر. الدقيق والبيكنج باودر مهمين جدا، هما اللي هيخلوا الكفته متماسكه معانا وما تفكش خالص. ونقلب بقى المكونات دي كويس قوي. عايزين تحطوا بقى توابل لحمه، اي توابل انتوا بتفضلوها ممكن تضيفوها على الوصفه بتاعتكم. انا ما حبيتش غير الملح والفلفل بس. ونعجنها بقى كده كويس قوي مع بعض، نخلطها كده كويس. وتعالوا بقى اوريكم هنصبع الكفته ازاي. اول حاجه بجيب اي سيخ عندي او اي حاجه، مثلا ممكن مقوره، اي حاجه كده ممكن ان انا اصبع عليها الكفته واعملها كده بالشكل ده. تمام. وبعدين وانا بعملها كده بميه البصل احط منها شويه في ايدي واصبع بيها الكفته. هتدي ريحه وطعم حلو جدا كانك بتشويها على الفحم. تمام. وادي واحده تانية هي صبعتها بنفس الشكل. الطول بقى طبعا ده بتاعكم انتوا، شوفوا انتوا عايزين الكفته تكون حجمها قد ايه، بتختاري الحجم. تمام. انا كده عملت كميه اللحمه المفرومه اللي عندي ده نص كيلو، عمل معايا كميه حلوه جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا لو حابين بقى بتزودوا البصل بتزودوا بيها الكميه دي براحتكم. انا حطيتها في الفرن حوالي نص ساعه، استوت. وبصوا مفيش اي حاجه لزقت، وحطيت شويه ميه صغيرين من تحت عشان ما تلزقش معايا. وطلعت الكفته بعد حوالي نص ساعه في الفرن، وطلعت بالشكل الحلو قوي ده. وطعمها وريحتها تجنن في منتهى الجمال، والطماطم مديالها طعم حلو قوي قوي على فكره. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. كنت معاكم من النادي. ما تنسوش تشيروا الفيديو لو عجبكم.